السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس النهاردة من كورس موقع فوتوبيا. النهاردة هنتعلم الادجستمنت لاير، وعشان نعرف أكتر لازم نجربها على صورة عشان تكون كل حاجة واضحة. دي الحاجات الموجودة عندنا هنا، ممكن نجيبها من هنا، ولو دي مش موجودة عندنا ممكن بكل بساطة من ويندو نختار الادجستمنت، هنعلم عليها بس وهتظهر معانا هنا. وبرضو ممكن نختارها من تحت هنا جنب النيو لاير، هنلاقي برضو موجودة هنا. هنبدأ واحدة واحدة فيهم. بالنسبة لأول واحدة اللي هي البرايتنس والكونتراست. البرايتنس والكونتراست معروفة من اسمها، اللي هي بتزود السطوع بتاع الصورة. بمعنى ان احنا دلوقتي عندنا لاير تاني اسمها برايتنس، بتشتغل على الباك جراوند او على باقي اللايرز اللي تحتها. بمعنى ان انا لما زودت البرايتنس كده هنلاقي ان الصورة بقت زاهية شوية، وكل ما نزود كل ما ايه ده يزيد معانا، وكل ما نقلل الايه الاضاءة بتقل. الكونتراست ده بيزود زي حدة الالوان، او ان هي يخليها ايه باهتة. يعني بنقدر نلعب في الاتنين دول بحيث ان احنا ايه نظبط الالوان بتاعة الصورة. هنمسح اللاير دي عشان نجرب اللي بعدها، وهي الليفلز. الليفلز برضو بتلعب على فكرة الإضاءة من خلال ايه الثلاث نقط دول، من خلال ان احنا نسحب اللون الاسود او الابيض، او نغير اللي في النص هنا من الجري. تمام. وبرضو لما بنعدل هنا بيغير معانا في الالوان. نمسح اللاير دي عشان نشوف اللي بعدها، وهي الكيرفز. الكيرفز هي تقريبا برضو نفس الفكرة، بتلعب في حتة الإضاءة، فنقدر نقول إن هما أول أربعة يعتبر بيلعبوا في الإضاءة. فإحنا بنقدر نتحكم من خلال الخط نفسه ده إن إحنا نزود أو نقلل. بس عشان نوصل لأفضل نتيجة إن إحنا بنستخدم من عند التقاطع هنا اللي فوق والتقاطع اللي تحت، بنقدر نعدل منهم في الإضاءة بتاعة الصورة علشان نوصل لأفضل نتيجة. بالنسبة للي بعدها اللي هي الاكسبوجر، برضو بنقدر ان احنا نعدل في الإضاءة بتاعة الصورة، بس دي زي ما احنا ملاحظين هو مش بيعدل في حدة الألوان، هو بيعدل في الصورة نفسها. بمعنى ان احنا لو عملناها أقل حاجة هيخلي الصورة كلها سودة، مش غامقة، بيخليها كلها سودة. لما بنزود على الآخر بيخليها كلها بيضة. فهو زي بيضيف طبقة فوقيها، بيخليها يا إما بيضة يا إما سودة، مع دمج شوية في اللاير اللي تحتها. الاوفست دي برضو بتلعب على نفس الفكرة، بحيث ان احنا نزود الحدة بتاعتها. بالنسبة للي بعدها اللي هي الفايبرنس. الفايبرنس بتلعب على حتة الالوان في الصورة. بمعنى ان احنا لما نقلل الفايبرنس هنلاحظ ان الصورة بقت باهتة او ما فيهاش الوان. كل ما نزود كل ما ايه اللون يزيد. نفس فكرة الساتوريشن، ان كل ما نزود حدة الالوان بتزيد. بس لو نلاحظ ان في الفايبرنس لما نقلل على الاخر الصورة ما بتبقاش ابيض واسود، بيبقى فيها جزء لسه ملون. لكن الساتوريشن احنا لو قللناه على الاخر هنلاقي الصورة كلها بقت ابيض واسود. تمام. فاحنا برضو بنظبط في الاتنين دول بحيث ان احنا نوصل للنتيجة اللي احنا محتاجينها. اللي بعد كده دي برضو بتلعب في حتة الالوان، بحيث ان احنا نقدر نغير اي لون موجود عندنا. احنا لو خليناها زي ما هي من غير اي تعديل هيعدل لنا في كل الالوان بتاعة الصورة. بمعنى ان احنا بنغير كل لون لوحده للون مختلف. بمعنى ان هو بيغير الاخضر بيخليه لونه أزرق، بيغير الأزرق بيخليه اللون داخل على الأحمر، وهكذا. فهو بيلعب على كل لون لوحده، بيغير في الدرجة بتاعته لحد ما بيدينا الشكل ده. والساتوريشن بيزود حدة الألوان أو بيقللها، واللايتنس بيزود إذا كان عايزينه فاتح أو غامق. احنا لو عملنا كلارايز اللي تحت دي بيقدر يخلينا نعدل في اللون اللاير كلها من غير تعديل في كل لون لوحده. بمعنى ان احنا لو غيرنا كده هيغير لون اللاير كلها، يخليها كلها لون موحد. والساتوريشن برضو في الحدة، واللايتنس في الإضاءة. لو شلنا الكلارايز دي هنقدر نتحكم من هنا في اللون معين احنا عايزين نغيره. بمعنى ان احنا لو اخترنا مثلا اللون ده اللي هو لون يعتبر السماء، وابتدينا نعدل فيه هنلاحظ ان هو بيغير لون السماء بس. يعني لو رجعنا هنا دي للأساس، خلينا هنا صفر، بدأنا نعدل في اللون ده اللي هو اللون اللبني، وابتدينا نغير في اللون هيغير لون السماء بس. بمعنى ان احنا لو عايزين نغير لون معين في الصورة، وبرضو ده اللون الأخضر هيغير له
في اللون الأخضر بس، ومن هنا نقدر نتحكم في مدى أو عدد الألوان اللي يقدر يغير فيها. يعني لو زودنا الجزء ده كده شوية هيبدأ يغير في الحتت اللي تحت كمان، لأن هي لونها أقرب شوية للأصفر أو محتاجة لون أخضر فاتح، هيغير برضو في اللون معانا. بالنسبة للأداة اللي بعدها اللي هي color balance، دي بتغير في الألوان عامة بتاعة الصورة بحيث إن هي تظبط كل الألوان مع بعض، بحيث إن احنا لو حاطين أكتر من لاير نخليهم كلهم واخدين نفس التون أو نفس اللون. بمعنى إن احنا لو بدأنا نغير كده هنلاحظ إن هو بيغير اللون كله على حسب اللون اللي احنا مختارينه. يعني هو هنا محدد السيان والريد، هنا بيخليه ريد والناحية التانية بيخليه ايه، سيان. وبرضو نفس الحوار هنا. احنا بنغير كل ده في الشادو. احنا عندنا 3 حاجات بنقدر نغير فيهم، بنقدر نظبط كل واحدة منهم بحيث ان احنا نوصل للون اللي احنا محتاجينه في كل اللايرز، بحيث ان هي يكون كلها كأنها لاير واحدة او صورة واحدة، مش كذا لاير مع بعض. تمام، ده بالنسبة للكالر. اللي بعد كده وهي البلاك اند وايت، ده بيخلي الصورة أبيض وأسود، وبنقدر من الإعدادات دي إن إحنا نغير اللون بتاع الأبيض والأسود إذا كان غامق أو فاتح. يعني مثلا إحنا عندنا هنا اللون الأخضر، لو جينا عند الجرين وقللناه هنلاحظ إن هو بيخلي اللون أخضر غامق أو نخليه فاتح، وهكذا في باقي الألوان بنقدر نخليه غامق أو فاتح. بالنسبة للي بعدها دي الفوتو فلتر، ده نفس فكرة الكالر بالانس، بيقدر يخلينا إن إحنا نختار لون معين ونخلي الصورة كلها نفس اللون أو نفس التون، بحيث إن إحنا نخليها كلها كأنها شكل واحد، أو حتى نغير التون بتاع صورة معينة. بالنسبة للي بعدها اللي هي الشانل ميكس، دي برضو بتخلينا نعدل في الألوان، بحيث برضو إن إحنا نغير في اللون أو التون كله بتاع الصورة، وبرضو من هنا نقدر إيه نعدل في الألوان الرئيسية اللي هي الريد والجرين والبلو، الأحمر والأخضر والأزرق، بحيث إن إحنا نوصل للون المرضي. ودي بتخلينا نقدر نعدل فيها كأبيض وأسود، برضو نفس الفكرة. فاحنا برضو بنختار منهم أفضل حاجة نقدر نوصل بيها للنتيجة المرضية. الكالر لوك اب دي زي فلتر، بيكون فلتر جاهز بحيث ان احنا لما بنختار دي بنختار من هنا بنقدر نختار الفلتر. عندنا هنا اكتر من فلتر ممكن نختار بينهم، فدي يعتبر ايه قائمة للفلتر جاهز بحيث ان احنا نضيفه على الصورة بتاعتنا. اللي بعد كده دي الانفرت اللي هي بتعكس الالوان، دي ما بنقدرش نعدل فيها، هي بس بتخلينا نعكس الالوان. بالنسبة للي بعدها دي بتقدر تخلينا زي ما انتم ملاحظين ان الصورة زي ما تكون قديمة او فيها عدد بيكسلز اقل، بحيث ان الصورة تبان ان هي جودتها اقل او مش واضحة بطريقة كفاية. كل ما نزود هنا الصورة بتوضح معانا، وكل ما نقلل بنلاحظ ان الالوان بتاعتها بتقل، وان هي بتبقى ايه زي مشوشة كده. اللي بعد كده دي بتقدر تخلي الصورة ابيض واسود برضو بنقدر نعدل من السهم هنا بحيث ان احنا ايه نختار الحدة بتاعتها. بعد كده الجريدينت دي برضو نقدر نعملها زي ما قلنا من هنا، من القائمة دي برضو بتضيف جريدينت، نقدر من هنا نختار اللون اللي احنا عايزينه، او من هنا بنختار اللونين اللي احنا عايزينهم برضو، وبنقدر نعدل فيها ما فيهاش اي مشكلة. اللي بعد كده اللي هي selective color، دي برضو بنختار لون معين اللي احنا عايزينه، انا مثلا برضو زي لون السماء، وبنقدر ان احنا نعدل فيه برضو زي ما احنا عايزين من هنا. فدي برضو كلها مساعدات بتقدر تخلينا ان احنا نغير او نعدل في الالوان او في الاضاءة او في حدة الصورة وكل التفاصيل دي، بحيث ان احنا نوصل للنتيجة اللي احنا محتاجينها. اخر واحدة بتقدر تخلينا برضو ان احنا نعدل في الالوان بتاعة الصورة اللي عندنا، وبرضو نقدر نتحكم في الساتوريشن واللايتنينج بتاعتها على حسب ما احنا عايزين. فهي الادجستمنت لاير كلها بتركز على حتة الإضاءة وعلى حتة اللون، بحيث ان احنا لو عايزين نغير في الألوان أو نغير في الإضاءة بتاعة الصورة. ده كان بالنسبة لدرس النهاردة، ولو عندك أي استفسار عن المجال عامة أو لو في حاجة مش واضحة ممكن تكلمني في الكومنتات،
أو تبعت لي على رسائل الصفحة اللي موجودة في الديسكريبشن. وقبل أي حاجة أتمنى تكونوا استفدتوا، وأشوفكم في درس جديد إن شاء الله. وما تنسوش تدعموني بالسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.